السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل معاكم حلوى لذيذة اسمها المارينج. وهشة خفيفة وجميلة في شكلها وغريبة من نوعها، ومتوفرة في جميع المحلات، وحبيت اني اعملها للأولاد كنوع من التغيير وحتى ما ينحرموا من شيء. والآن نبدأ المقادير مع بعض. 2 ملعقة بديل البيض من كوميديا، 3 كوبايات سكر ناعم، وملعقة ليمون ورشة ملح وماء. نضيف 2 ملعقة من بودرة بديل البيض، ونضيف عليها نصف كوب تقريبا ماء. وفيك تتحكمي في كمية الماء اللي تضيفيها حسب قوام الخليط، ونخفقها حتى تنفش وتتجانس معانا وتصبح مثل بياض البيض لما نخفقه بالضبط. ونضيف لها ملعقة الليمون ورشة الملح ونخفق. ثم نبدأ بوضع السكر دفعات مع الخفق حتى انتهاء كمية السكر، ونظل نخفق فيها حتى تصبح كثيفة أو نزودها سكر. أنا هنا قسمت الخليط إلى قسمين، قسم أضفت له طحين والقسم الثاني أضفت له بديل البيض حتى صار كثيف معايا وشكلته بالإيد. وممكن إضافة نشا أيضا بدل الدقيق أو بديل البيض. ووزعته بالصينية ويكون متباعد عن بعض. وفي هذه الأثناء نكون مسخنين الفرن مجهزينه من قبل لمدة تقريبا نصف ساعة أو أكثر حتى يسخن معانا، أو يكون فيه طبخة سابقة وخرجناها. ونطفئ الفرن وندخله ويبقى فيه لمدة ساعتين أو أكثر، أو حتى يبرد الفرن، ونخرجه بعد ساعتين من الفرن ويكون جهز وناشف وناضج تمام. وهذا شكله من الداخل هش ويتفتت في الإيد. وهذه اللي عملتها بالدقيق، زودت عليها دقيق، وهذه الثانية عملتها ببديل البيض. إن شاء الله في وصفة ثانية وفيديو ثاني راح أعمل الطريقة الثانية اللي هي خفيفة ونضعها في القمع ونعمل منها المارينج. وبالعافية وإن شاء الله تعجبكم.